الكرا غالي وشهر دخل خرج. الاسعار نتاع الديار معناها للشريان ولات خياليه. الكرا بصفه عامه غالي في تونس صراحه، برغم اللي فما برشا ديار مسكرين. بالحق الدنيا صعبت برشا، ان شاء الله ربي معانا وكا. الدوله هي اللي لازم تلقى حل حاجه كيما هكا. الدولة اليوم تشدد على دور المؤسسات العقارية في حل أزمة السكن، ويدعوا إلى تسريع المشاريع البنية التحتية. أنت كمواطن اليوم هل أنت قادر على بناء منزل أو لا؟ سلامتكم. هي اولا انا واحد من الناس مانيش كاري، نسمى مرتاح من حكايه الكرا والشراء، لانه برشا معناها مظاهر ماهيش باهيه. اولا الاسعار نتاع الديار معناها للشريان ولات خياليه فاحشه، معناها مش معقول. فهمتني؟ ما ينجمش واحد ياخذ برطمان اقل من عرش 200 مليون ديار، معناها حكايه تفدليك معناها مليارات ولات الحكايه. بون والكرا كيف الكرا قداش باش يعطي المواطن المسكين من الشهريه نتاعو؟ معناها اشترى الكرا كراوات ب 800 ب 700. رايك في أسعار الكرا اليوم؟ غاليين، اي عاليين، معناها اسعار فريمون مشطه برشا بارابور للمدخول نتاع المواطن. وباش نعرج على كلامك اللي قلت معناها بون الدوله بارك الله فيها عامله مجهود باش تشرك معناها العقاريين، لكنهم ما نعرفش حسب مواد البناء اللي غلات وكل شيء. فهمني؟ باش ينجموا يعملوا معناها فريمون ثوره في تخفيض الاسعار صعيبه شويه، والمداخيل معناها ما تكفيش باش قداش باش تولي الدار معناها هي 300 باش يردها 100 و100 شويه. فهمتني؟ احنا وقت خذينا ديار كانت الاسواق معقوله، تعمل بري مش ما تعملش تعمل 2 حتى 3 بري انت وزوجتك وتخلص على 15 سنه معقوله. وتوا انا هو اللي باش ينجم يعمل بري وقتاش باش يخلص البري على 100 سنه. فهمت كيفاش؟ يعني منها تجرح ومنها تكوي ومنها عشان معناها الحل حسب رايك الحل مشكلة الكرا يعني؟ الحل هو بون معناها توسيع كما نقولوا الرقعه الديموغرافيه اللي يسكن فيها العباد. معناها اذا كان الاكتظاظ باش يكمل في تونس العاصمه مثاله باش تولي الاحياء ما نقولوش الراقيه حتى العاديه معناها قرابه لتونس 3 4 كيلومتر، الكرا باش يقعد ديما طالع. فهمني؟ بناء منازل شعبيه ولا في المتناول خارج العاصمه. عندنا بلادنا كبيره برشا وبين المدينه والمدينه ثم وسع كبير ياسر. انا واحد من الناس كان نلقى فرصه معناها مولود في العاصمه، كان نلقى فرصه نسكن في بلاصه بتاع 200 كيلومتر نلقى فيها الظروف وكل شيء مريقل معناها نسكن غاديكا. اما وقت اللي الناس كل لاسباب متعدده بيان سور كل واحد عنده الحق باش يمشي للعاصمه باش تكون غاليه ما ثماش ترخيص. ما نتصورش ثم نجم نروح معناها الضغط على الاسعار ما ينجمش يكون اذا كان باش تكمل الظروف كما هي تو. صعيب شويه الكيري، صعيب شويه باش ينجم يشري ولا معناها ديجا تعرف اللي الكرا غالي وشهر دخل خرج، معناها زيد الماء زيد الضوء مصاريف الصغار. صعيب تو بالحق. معناها لهم شكون يخلي له بوه معناها ورثه ولا خلي له معناها نقول حتى اللي عنده ارض راهو بالحق حتى مواد البناء غليت على الاخر. ممكن شكارية اليوم؟ انا كيريا اختي. أسعار الكرا بالنسبة ليك؟ صراحه فما معناها انا نسكن في حي الزهور، حي الزهور فما 320 كي تمشي 350 كي تمشي لبلاصه اخرى ما تلقاش اقل من 500 600 700. سامحني واحد يكري 500 600 700 مع دوز صغار ويقراو. معناها بالحق الدنيا صعبت برشا، ان شاء الله ربي معانا وكا. والله الحل شنو بصراحه لازم يزيدوا في الشاري باش الانسان ينجم ومو على الاقل، والا يعملوا تسهيلات يعني. تسهيلات. وحتى كي يعملوا تسهيلات معناها قداش شريت بتزيد نحو لك منها باش ياخذ قرض مثال باش تشري دار على 20 سنه ولا 25 سنه. معناها ديجا عمره يعديه واحد هو يخلص في الدار لا يعيش لا يتمتع لا. صراحه الدنيا صعبه، ان شاء الله ربي معانا وكا. الكرا بصفه عامه غالي في تونس صراحه، برغم اللي فما برشا ديار مسكرين. اما ما نعرفش شنو هو السبب، الكرا غالي بالحق، غالي زاد. شنو الحل حسب رايك في يعني في مسألة الحل عند الدولة يلزمها هي تاخذ معناها كونسيديراسيون التدهور المقدرة الشرائية تاع العباد، خاصة لي جون اللي ما عندهمش. تعرف اللي توا لي جون التوانسة ما عادش فما شكون يخمم يشري دار، راه صعيب ياسر. احنا قبل كنا نشريو
شرينا ارض وبنينا ديار، وقت كانت الدنيا البوار داشور تاعنا يسمح. هو ما عادش الدوله هي اللي يلزم تلقى حل لحاجه كيما هكا. هي الدوله عندها اراضي، هي تنجم تعمل تسهيلات مثلا ما نعرفش قروض حاجه كيما هكا فوالا. وزيد مواد البناء غاليه ياسر، واللي بروموتور دار تكلف 100 مليون يبيعوها 150 مليون 160 مليون فوالا. هذاك هو راهو اللي السبب الرئيسي هي ان الدوله هزت يدها على كل شيء وسايبه الجماعه يرتعوا كما يحبوا.